أهلا وسهلا. اليوم غادي نشارك معكم واحد العشاء اللي كيوجد في الساعة بسرعة، يعني 15 دقيقة 20 دقيقة كيكون واجد، كيجي لذيذ. وأهم حاجة هو أنه كيشبعنا بلا ما ناكل الخبز، بالنسبة للنساء الحوامل أو أي واحد مريض سكر أو أي واحد كيبغي يتعشى واحد العشاء اللي يكون خفيف. فأنا خديت 500 غرام ديال الفطر الأبيض. ناخذ المقله. انايا استعملت زيت الزيتون، قطعت واحد البصله. غادي نخلي البصله هي وهذيك الزيت يسخنوا. من بعد غادي نضيف داك الفطر، غادي نخليه يعني يدبل ويطلق الماء ديالو على نار يعني تكون مهيله، ما نجهدوش له البوطه. ونغطيو المقله باش في الساعه يطلق لنا الماء ديال صافي. كي يعني يدبل ويطلق الماء ديالو، غادي من بعد عاد غادي نزيدو التوابل. شفتوا هذاك الفطر كاع هبط وطلق الماء ديالو، شفتوا؟ فهنايا غادي نضيف التوابل: القزبر مطحون، الملح، ونص معلقه ديال الزنجبيل، وراس معلقه ديال الفلفل الاسود. ومباشره من بعد التحريك غادي نضيف كريم ديال الكوكو. وفي العاده انا كنستعمل الكريم السائله، ولكن حتى بهاد الكريمه ديال الكوكو كتجي رائعه بزاف. يعني بزوج، سواء كان عندكم الكريمه ديال الكوكو او كريمه سائله، ديروها 200 مليلتر. صافي غادي نحرك، وغادي في هاد المرحله هادي نجهدوا على البوطه من التحت، حيت صافي ما بغيناش حنا داك الماء ينزل ولا. صافي نجهدوا البوطه حتى يعقد. صافي في هذه المرحله هذه هو عقد، ما غاديش نخليوه حتى ينشف، ولا ضروري يبقى فيه داك لاصوص. صافي غادي نطفيو عليه ونخليوه جانبا. فهاد الوصفه هذه تقدروا ترافقوها مع اللحم ستيك، او مع الدجاج، او مع حوت، او مع يعني الفواكه البحر. بصراحه هذاك الشيء كيكون اختياري. فانا غادي نرافقها مع صدر الدجاج. خديت 300 غرام على حساب 100 غرام لكل واحد منا، حنايا 3 ديال الافراد. فغادي نقطعهم، غادي نوضع عليهم شويه سيترون من جهتين، الملح، الفلفل الابيض والفلفل الاسود. صافي. انا حبيت، وهاد الوصفه اصلا كتبغي تكون يعني طبيعيه، بلا ما نضيفوا الكركم او نضيفوا بعد البهارات اللي كيغيروا اللون ديال الخضر ديالنا. او مثلا مثلا الفطر خليته على اللون ديالو طبيعي. الدجاج بصراحه ما كيحتاجش اكثر من من هاد التوابل اللي ضفت. صافي ضفت ملعقه ديال الزبده وخليته. غادي نخليه حتى يتحمر من التحت، عاد نقلبوا للجهه الاخرى ثاني يتحمر. صافي هو واجد.
ايوا رشيت عليها شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الديكور اختي. وهذا هو العشاء. بصراحه عشاء يعني اللي كيشبع، فيه جميع العناصر، بروتين، الياف، كتاكلي وما كتشبعي وما كيترفعش السكر. كيجي لذيذ بزاف. جربوا هاد الطريقه هادي وردوا عليا، سواء كان عندكم كريمه ديال الكوكو او كريمه سائله، غير كيف كيف. يعني هما بصراحه المذاق كيجي كل واحد مختلف على الاخر بطبيعه الحال، ولكن كيجيو لذاذ. يعني سوا هاك سوا هاك. راكم فهمتوني واش بغيت نقول. والدجاج جا لذيذ بزاف، ما احتاجيتش انني نرقدو مده طويله ولا. شويه ديال الطماطم والسلطه. عشاء بلا خبز، الحمد لله كليت وشبعت. ويعني جربوه وقولي لي في التعليقات كي جاكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على على المشاهده ديالكم. شكرا لكم على اللايكات، شكرا على لي كومونتير ديالكم اللي كيتحفزني وكتخليني نزيد انني نصور واخا سخفانه. والله لا. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وغادي نخليكم مع بعض اللقطات انا وعائلتي الصغيره. وكنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، فيديو اخر ان شاء الله. وبسلام عليكم. Papa?